السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. اليوم ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا الشيبس الجاهزة، نفس الجاهزة تمام، مع انه هذه بفيش فيها مواد حافظة وضامنة النظافة وضامنة الزيت اللي انت مستعملها. وكمان في وصفتنا هذه لا هنحتاج نسلقها نص سلق ولا ننقعها بخل ولا ننقعها بمية باردة او ساخنة. في سر بسيط هنعرفه بكل بساطة. يا ريت قادرة اسمعكم القرمشة، تحفة. شايفين كيف بتكسر؟ رائعة. نبدأ بسم الله. السر لهذا الشيبس انه نوع البطاطا اللي بدنا نستعمله. نستعمل البطاطا اللي لونها احمر من برا، بتكون كمية النشا فيها كتيرة، فلهيك بيطلع معانا الشيبس مقرمش. نغسلها كتير منيح من برا وبقشرها بالقشارة وبحاول اثبت الحبة بعود الشيش عشان اسهل على حالي عملية التقطيع بالقشارة. القشارة متوفرة بكل بيت. بحاول اقطع شرايح رفيعة بالشكل هذا. يعني حاولت أسهل عليكم فكرة استعمال الأداة لأنها موجودة بكل مكان. شايفين؟ بدهاش تكون سميكة، بدها تكون بالرفع هذا. بس هذا هو السر، نوع البطاطا. تمام، هيك بقطعها كلها على النار. زيت حامي، بضيف قطع البطاطا واحدة واحدة بالشكل هذا. ما بتاخدش وقت، يا دوب مجرد ما يبدأ لونها يتغير يصير لون هيك أشقر بطلعها على ورق مطبخ أو بمصفاية. والميزة كمان إنه بتعمل كمية كتير كبيرة، يعني حبة البطاطا بتعمل معاك كمية. شوفوا هذه الكمية، هذه حبتين بطاطا بس. برش ملح، بتحب ترش أي نوع بهارات بتفضليه حسب رغبتك. وهذه البطاطا الشيبس الجاهزة تماما بكل بساطة وسهولة. شايفين كيف بتقطع أو بتكسر كمان؟ رائعة. يا ريت تشيروا الفيديو عندكم حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم، وتنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة. شكرا كتير لمتابعتكم، حياكم الله.